الاخضر اليوم يقول لك رضا بن دريس كيف مسكر فريق في 3 مباريات. فهمتني؟ رضا بن دريس قال لك المصايب لا تاتي فرادى. رضا بن دريس وزيد الغيابات، حسين عباس، زيد احمد صالح، زيد معاذ المنصوري، منا جمال سلطان يقدم في مستوى كبير. ما عندهاش فكره جيده على الدوري الليبي وعليه عقليه اللاعب الليبي، وزيد على الفرق الاخرى زيد حاجه ثانيه الغيابات. طيب معناها من هنا رضا بن دريس قاعد حقيقه يقدم في مستوى نقول انا معناها مستوى جيد مقارنه بالمدربين اللي ليهم من بدايه الموسم مع انديتهم. طبعا رضا بن دريس انا من المدربين يا مراد اللي عجبني المدرب هذا بالذات، مع انه راهو جديد على الدوري وجديد على الاجواء الدوري الليبي، بس مدرب واضح انه يمتلك فكر ويمتلك نظره، وعنده حتى في التحوير وفي التبديلات مدرب يعني عنده نظره. وقادم من الدوري الجزائري ويدرب في فرق كبيره. واضح عليه، انا ما عنديش عليه خلفيه وما عنديش عليه يعني اي فكره، بس واضح مدرب انه عنده فكر صحيح، انه كوتشنج على الخط ويعرف يغير ويعرف يتعامل مع مشاركه المباراه سواء بالتحوير ولا بالتغييرات اللي يقوم بهن. الجيل الاخضر انا معجب جدا برضا بن دريس واتفق مع رمزي. يدير المباراه وككوتشنج وكاداره مباريات، واحد من المدربين اللي نتمنى يكونوا في دورنا. شخصيته والهدوء اللي يمتاز به اكيد. شفت تصريحات المره اللي فاتت. اليوم حتى لو جيت تشوف تكتيكيا بغض النظر عن نتيجه المباراه، لكن تكتيكيا قاعد يتدخل في الاوقات المناسبه ويعرف كيف يحول. لا هو ادار مجموعه اليوم فيها الكثير من الغيابات، عرف كيف انه هو يجد حلول بديله في تامين فريقه وتشكيلته. جايك من دوري هو وحتى عادل اعتقد قالها، جاي ما يعرفناش، هو ما عندهش خلفيات نتاع المدربين اللي موجودين. لما تجي تقول لي نصر حداري جاي، نصر حداري يعرف الدوري الليبي، قريب من الدوري الليبي، يعرف كويس. لما تقول لي اسامه حمادي نفس الشيء. لما تقول لي مجموعه مدربين موجودين، لكن راهو جاي من مدرسه من دوري مختلف تماما. واداره المباريات تعطيك انه مدرب مع تتالي المباريات حنشوفه مدرب عنده ثقل في وجهه نظري البسيطه بدوينا لغايه الان يعني، لكن في وجهه نظري انه واحد من المدربين اداره المباريات، نحكي في كوتشنج المباراه، في هلبة حاجه اللي كنا نشوفه فيه. هذا يعطيك مؤشر ان مدرب يعرف كيف يتعامل مع المباريات. واتوقع في وجهه نظري رجوع بعض المصابين للفريق واكتمال فورمه بعض اللاعبين ورجوعهم اللي كانوا بعاد، اتصور من رضا بن دريس انه حيكون رقم صعب جدا في السوق.